السلام عليكم الكبيدات، كي دايرين؟ لاباس عليكم بخير؟ اش كتعاودوا؟ كلشي مزيان؟ نتمنى هاد لا فيديو يلقاكم في اتم الصحه والعافيه يا ربي، ومبروك عواشركم باش ما تمنيتو كاملين. المهم ان شاء الله اليوم جيت لكم بواحد الماسك اللي زوين بزاف كنديروه في رمضان. يعني كما كتعرفوا رمضان كتكون البشره يعني ما كنشربوش الماء بزاف، كتكون شاحبه البشره، كتكون شاحبه واللون ماشي موحد كيف ما كتعرفوا كاملين. هاد الماسك كنديروه بالليل والصباح، تبارك الله البشره ديالكم كتصفى وكتولي رطبه ولي ساغن، مع ما كنعسوش مزيان لي ساغن كيوليو ما كاينينش. المهم هنايا عندنا واحد البطاطا، عندنا هنا واحد المعلقه ديال الخرقوم عرق، وهنا عندنا زيت اللوز اللي كتعرفوا كاملين. هذا حقيقي طبيعي، خديته من عند هذوك اللي كيعصروا لك داك الشيء قدامك، دوك اللي كيعصروا الزيوت. من درب السلطان زوين عندهم. شوفوا التخت ديال اللوز كيبقى لتحت، شوفوا كما كتشوفوا زوين. هاد زيت اللوز خاصو يكون عندكم زوين. وهنا عندي المورد، اي مورد عندكم. انا عندي هاد المقطر هذا اللي جبت من مولا يعقوب، باقي عندي. المهم دابا غادي ناخذ هاد البطاطا نخليوها بالقشره ديالها، نحكها ونرجع معكم. هنا حكيت البطاطا وخديت الماء ديالها كما كتشوفوا، اللون راه خليتها بالقشره ديالها، خليوها بالقشره ديالها. القشره هي مهمه وفيها بزاف الفوائد والمنافع. المهم غتاخذوا منها واحد 3 المعالق بحال هكاك، وغادي نضيفوا ليهم هاد المعلقه اللي عبرناها ديجا بالخرقوم معرق، يعني الكركم بالعربيه، البنات اللي متبعيني من مصر، الكركم. وكنخلطوا الخليط هكا جيدا. الكركم او الخرقوم عرق البنات راه معجزه في تبييض وصفاء البشره. الناس راه كاين اللي متبعين وما تيحيدوش، عرفتي بشرتهم تبارك الله بحال لي بيبي. خاصك غير تتبعيه، راه زوين بزاف. كانوا كيديروه النساء قدام، كانوا كيديروه البشره ديالهم، راه زوين هذا الخرقوم عرق. المهم هنا غندير واحد المعلقه نضيفوها للخليط ديال زيت اللوز، معلقه صغيره ديال زيت اللوز غنخلطو هكا. وغنضيفوا واحد المعلقه كذلك صغيره ديال المورد هكا. وهنايا نتخلطوا مزيان. وها هو الماسك يعني كيكون جاهز هكا، راه غزاله الماسك البنات، فن كنديروا في رمضان، راه زوين وكيصفي البشره. ورمضان ما كنخرجوش، يعني اللهم الواحد يتهلا في راسو هو صايم ويتهلا في راسو. يعني لي ماسك راه يجوز انك ديريهم واخا تكوني صايمه، يعني كيبقاو على برا على البشره. ومهم كنتمنىكم تجربوه، راه زوين بزاف. وخا شنو اللي كيقهرني فيه انه فاش كديري خاصك ديري شي فوطه في حوايجك، يعني كيخسر ليا البيجامات كاملين. وهو راه واعر، راه زوين، راه في الدار عارفين انه كيعجبني ندير هذا الماسك هذا، ولكن راه كيخسر لك ليكول ديال البيجامات، كيبقى داك اللون صفر، كيبقى شويه صفر. اما بغيتي ديري خاصك تلبسي شي حاجه هكا ما كتستعمليهاش، ولا لبسيها وديري هذا الماسك، راه زوين بزاف. واي وحده خاصها تجربوا البشره ديالها، راه حل لجميع مشاكل البشره. الناس اللي عندهم لي ساغن، الناس اللي عندهم الكلف، الاثار ديال الحبوب، كيحيد كلشي غزال هذا الماسك هذا. المهم ملي كتغسلوا من الماسك هاد زيت اللوز علاش قلت لكم خاصو يكون عندكم، ما كدهني به وجهك وكتنعسي الصباح. شوفي لابو ديالك كي كتصبح زوينه ونقيه ورطبه بزاف ولي ساغن ما كاينينش. المهم كنتمنىكم تجربوه، راه زوين بزاف. يلا بالسلام عليكم، حتى الفيديو اخر ان شاء الله.